ازاي تهبط بذكاء في الامتحان؟ بما اننا داخلين على امتحانات الميد تيرم واغلبنا طبعا الا من رحم ربي ما فتحش الكتب، فما بيبقاش في حل في الظروف دي غير الهم. لا يفرق بين العبد والعبد سوى قدرته على الهبد. سأهبد حتى تهتف الأوراق باسمي، سأهبد وأنا للهبد مهيأ جسمي، أنا الهبيد. طب ازاي نهبط بذكاء شويه في الامتحان؟ اول حاجه وهي الحاله النفسيه او الثقه بالنفس، خاصه مثلا لو انت داخل امتحان شفوي او امتحان اسكي. الحاله النفسيه بتفرق 180 درجه، وده يا جماعه مش كلام تنميه بشريه، ده حقيقي والله عن تجربه. انا كان ليا واحد زميلي كان شاطر جدا، داخل امتحان الشفوي مفيش خالص، ما بيتكلمش. ليه؟ بسبب الحاله النفسيه، داخل خايف جدا مع انه مذاكر كويس قوي كمان. الحاله النفسيه ما بتعتمدش خالص انت مذاكر ايه ولا مذاكر قد ايه، لازم تروح الامتحان وانت مطمن وهادي وبسمع لك يا عم المشاوي في الطريق، وما تقلقش يعني اللي عدى الامتحانات اللي فاتت هيعدي ده ان شاء الله. تاني حاجه استحضر اي حاجه تعرفها عن الموضوع، خاصه لو سؤال ريتم. يعني مثلا جالك سؤال محدد في درس مثلا زي الهرنيا وانت مش عارف اجابه السؤال ده، خلاص استحضر اي حاجه تعرفها عن موضوع الهرنيا ونظمها بس كده واكتبها بخط كويس، وصدقني والله حتى لو الاجابه غلط تماما الدكتور هيكسف انه يديلك صفر على اللي انت كاتبه ده، اكيد هيديلك درجات، حتى يا اخي لو نص الدرجات احسن من ما فيش. تالت حاجه ابدا بالاسئله السهله، لان الاسئله السهله اولا ما بتاخدش وقت كتير، ثانيا بتديك نشوه انك خلصت حاجه فعلا وما عادش ليك غير كام سؤال، بدل ما تبدا بالاسئله الصعبه وتاثر على نفسيتك وتحس ان الامتحان كله صعب. فانا انصحك جدا انك تبدا بالاسئله السهله في الامتحان. رابع حاجه اوعى تسيب سؤال فاضي. انت مثلا حليت سؤال بالهبد والاختيارات مثلا كان 4 اختيارات، يعني نسبة نجاح السؤال ده ايه؟ 25%، اما انت لو ما اخترتش حاجة نسبة نجاح السؤال 0%. فبالعقل كده اوعى تسيب سؤال فاضي ابدا حتى لو مش عارف اي حاجة عن السؤال ده. في بعض التريكس كده خاصة بأسئلة الام سي كيو، ودي طبعا يا جماعة مش قواعد، دي شوية استنتاجات كده انت بتستنتجها لما تحل أسئلة ام سي كيو كتير. زي مثلا لو لقيت اكسبت في السؤال ده تخلي بالك منها كويس قوي لانه بيغير طبعا الاجابه خالص. تاني حاجه الاسئله اللي بتلاقي فيها all of the above او A و B و C معا، الاسئله دي غالبا يعني الاجابه دي بتبقى هي الصح غالبا. يعني مثلا لو في سؤال all of the above وانت لقيت 2 صح والتالت ما انتش عارف صح ولا غلط، يبقى اكيد يا عم خد all of the above لان في 2 صح. يعني الحاجات دي يعني انت هتكتسبها بالخبره كده. برضه لو لقيت سؤال مثلا في اجابه طويله، غالبا يعني الاجابه دي هي اللي بتبقى الصح، لان يعني الدكتور مش هيتعب نفسه ويكتب الاجابه الطويله دي كلها وفي الاخر ما تبقاش هي الاختيار. برضه لو لقيت سؤال الاجابات فيه مثلا نيفر او اولويز، اوعى تختار الاجابات دي، الاجابات دي غالبا بتبقى غلط، لان يعني غالبا الحاجات بتبقى نسبيه ومبقاش في حاجه مؤكده بنسبه 100%. وتاني يا جماعه انا بنبه ان دي مش قواعد خالص، دي شويه معلومات كده او استنتاجات انت بتستنتجها من كتر حلك الام سي كيو. وبس كده ودمتم موفقين ان شاء الله.